بيقابلك مشاكل كتير زي ستارت الإشعارات وبيظهر لك إشعارات ومشاكل كتير وتسريع البحث، ودي كلها حاجات موجود حلها في ستارت الإشعارات. طبعا حضرتك هتقول ازاي موجود في ستارت الإشعارات، لكن ستارت الإشعارات دي انا تقريبا كده اول فيديو هيبحث ستارة الاشعارات او هيشرح ستارة الاشعارات وحاجات انت ما كنتش تعرف انها موجودة في ستارة الاشعارات. فعشان كده لو لسه ما اشتركتش في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وتعالى اما نشوف ايه بقى الجديد في ستارة الاشعارات، لكن كمل الفيديو للنهاية اكيد هتلاقي حاجات انت ما كنتش تعرفها انها موجودة في ستارة الاشعارات. ولو ما لقيتش الحاجات اللي انا بشرح عنها يا ريت تسيب لي نوع موبايلك في كومنت وان شاء الله هوضحها لك هتلاقيها فين. طبعا في حاجات 90% مننا كلنا نعرفها اللي هي وضع الطيران والحاسبة والوضع الليلي والحاجات دي كلها، لكن عندك وضع هنا اسمه البحث بضغطة واحدة. والبحث بضغطة واحدة ده اختصار كده هتجيبه من ستارة الاشعارات. لو انت حابب تبحث على حاجة معينة هتجيبها من ستارة الاشعارات بالوضع اللي قدام حضرتك ده كده. هننزل بستارة الاشعارات تاني واخدها خطوة كده. وبالمناسبة لو ما لقيتش الحاجات اللي انا هشرح عنها دي عندك في ستارة الاشعارات هتيجي على علامة القلم هنا، بتكون في بعض الموبايلات تحت وبتكون في بعض الموبايلات فوق، وهتضغط عليها بالشكل ده كده وهتلاقي الحاجات اللي انت حابب تضيفها موجودة عندك تحت. هتضيف اللي حضرتك حابب تضيفه. لكن خلينا نكمل مع بعض ستارة الاشعارات. هنسكرول للجنب كده وهتلاقي كلمة الأمان والخصوصية. والأمان والخصوصية ده أنا دايما كتير بتكلم عنه، وحتى ليا فيديو شورت صغير بيتكلم عن أهمية الأمان والخصوصية ده. بيعمل لك فحص للجهاز أول بأول. وطبعا لما يكون عندك حاجة زي دي على ستارة الإشعارات مش حضرتك مش محتاج تدور عليها من داخل الإعدادات وهتكون ظاهرة قدامك دايما. فهتعملها أول بأول وهتعمل فحص لجهازك، ودي حاجة ميزة هتفكرك إن أنت تعمل فحص لجهازك. وهنرجع تاني لستارة الإشعارات. ما الأغنية؟ ما الأغنية دي كان عندي فيديو. بص حضرتك، لم يتم العثور على نتيجة مطابقة. مجرد ما تشغلها وانت مشغل مقطع موسيقى أو مقطع قرآني هيقول لك الأغنية لمين ومين القارئ أو مين الشيخ اللي بيقرأ بسورة القرآن أو الأغنية أو الموسيقى أي حاجة عامة. التطبيق ده هيسمعها من ستارة الإشعارات هيعرفك هي إيه. ووضع التركيز ده بقى دي حاجة مهمة جدا. ساعات بيوصلك اشعارات معينة وانت في مكان معين او انت في وضع معين مش حابب حد يشوف الاشعار ده، او بيحطك ممكن في وضع محرج شوية زي التطبيق تيك توك. البرامج اللي هي السوشيال ميديا دايما بتبعت اشعارات، معظمنا ما بيكونش حابب ان اللي جنبه يشوفها، او يعني بتكون محرجة شوية، واشعارات ممكن تكون انت مش مشترك في بعض الصفحات دي. تعال اما نشوف وضع التركيز ده. وضع التركيز ده بيقولك عندما تحتاج إلى التركيز لبعض الوقت يمكنك إيقاف التطبيق المشتتة للانتباه مؤقتا وإخفاء إشعاراتها. وإيه هي الميزة دي بقى؟ هتيجي هنا لو عايز تظبط جدول زمني معين إن التطبيق ده ما يشتغلش في وقت معين وما يبعتش إشعارات أو ما يظهرلوش إشعارات في الوقت ده. زي ما حضرتك شايف إحنا بنتكلم وبنشرح الفيديو وصلنا رسالة واتساب زي ما حضرتك شايف بالظبط. في اوقات كتير بتحتاج الميزه دي. هتعلم على تطبيق تيك توك بالشكل ده كده مثلا او الواتساب اللي حضرتك تختاره عامة، وهتضغط على تفعيل. ولو حابب تعمل ضبط للجدول الزمني من الساعة كام للساعة كام هتعملها. وكده دي خاصية التركيز دي هتشغل لك الموبايل وكل حاجة بتكون شغالة في الموبايل، لكن هي هتعمل لك ايقاف لاشعارات او مش ايقاف، مش هتظهر معاك على الشاشة اشعارات زي ما حضراتكم شفتوا في الفيديو وانا بسجل. ظهر عندي حالا الاشعارات قدامك. تعال لما نرجع عشان نشرح باقي الاشعارات اللي موجوده تحت. زي ما حضرتك شايف المساعد الرقمي ده، طبعا معظمنا اي تحديث جديد او اي موبايل جديد المساعد الرقمي ده بيكون موجود في زرار الباور. لما بتيجي تضغط عليه عشان تقفل الموبايل بقى يشغل لك المساعد الرقمي. لو حابب توصل له من ستارة الاشعارات كده متاح عندك ستارة الاشعارات. ولو حابب وصول سريع للكاميرا تشغله هنا، ولو حابب وصول سريع للميكروفون نفس الفكرة. وعندك وضع الاطفال ده لو انت طبعا حضراتكم اكيد كلكم عارفينه، بس هي كل الفكرة ان انت لما بتظهر التطبيقات دي في ستارة الاشعارات بتبان قدامك. واهم ميزتين بالنسبة لنا في ستارة الاشعارات بالنسبة لنا وضع التركيز ووضع الفحص الامان والخصوصية. يعني انا بالنسبة لنا افضل اتنين يظهروا قدامي دايما باستمرار وضع التركيز ووضع الامان والخصوصية. دول اكتر ميزتين بالنسبة لنا مهمين. وعندك الميزة التالتة اللي هي ما الأغنية زي ما حضرتك زي ما أنا قلت لك.
هي كل الفكرة ان انت لو بتسمع مقطع قرآني معين او موسيقى معينة ومش عارفها بتاعت مين ومحتاج تعرف اسمها عشان تنزلها او تعمل لها داونلود، بيكون مجرد ما تضغط هنا هو هيشغلها لك وهيعرفها. هيعرف ايه بالظبط اللي شغال، زي ما حضرتك شايف بيقول لك جاري الاستماع، بس هو طبعا مش هيقدر يوصل لصوتي لان انا مش قارئ ولا مغني مشهور. لكن ما تنساناش اكيد لو استفدت من الفيديو، مش هتنسانا من لايكك، ولو لسه ما عملتش متابعة تابعني عشان يوصلك كل جديد.